ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم سمك بولتي وسمك تونه. ده سمك تونه انا مقطعاه قطع كده، بتبقى هي اللحمه بتاعته لونها محمر غامق كده شويه. ودي سمكه البولتي. انا غسلت السمك ده طبعا ونضفته ونقعته في ملح وخل فتره. اول حاجه بجيب السمك دوت وبروح منضفاه، وبعد كده بعد ما انضفه كويس جدا بفرشه كده من هنا، واشيل كل الدم اللي بيبقى في الفتحات ديت، بروح نقعاه في ملح وخل وميه، وبعد كده بشطفه وبعمل فيه فتحات كده بالشكل دوت. ودلوقتي انا صفيته كده في مصفى، لازم تصفيه في مصفى قبل ما تبداي تتبليه. دي قطع التونه. برضو التونه دي برضو جبتها، هي انا جايباها متقطعه بس انا غسلتها برضو بخل وملح ونقعتها شويه بالشكل دوت اهي، عشان بيبقى برضو فيها دم كده من هنا في الجناب وشوك وحاجات. بشيل كل الحاجات ديت. انا هجهز بقى التتبيله بتاعته. هنا دولت 4 ليمونات انا عصرتهم. عندي هنا تتبيله جاهزه بتبقى مكونه من فلفل رومي، توم، خل هنا كده، وبضربها في الخلاط او في الكبه يعني. وبعد كده بحتفظ بيها في البطرمان دوت، وبحطها في الفريزر. ولما اجي اتبل بيها السمك بفكها شويه، وبعد كده ببدا استخدمها. دي برضو طريقه كويسه ان انت تجهزي بيها التتبيله ديت عشان تبقى جاهزه معاكي لما تيجي تعملي سمك، تبقى يعني متوفره عندك. باخد منها كام معلقه كده على قد السمك اللي انا هتبله، وببدا اضيف لها برضو شويه خل تاني. السمك بيبقى محتاج ماده حمضيه كتيره، بتبقى ليمون وخل يعني، ده بيديله طعم حلو. هنا هحط ملح وهحط فلفل اسمر وهحط كمون. دي التوابل اللي هحطها على السمك. معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون تكون مليانه كده شويه. الملح بقى حسب كميه السمك اللي عندك، بس الافضل ان هي تكون متملحه كويس او ملحها زياده شويه، عشان لما تحطيها في السمك تبقى باينه، ما يبقاش السمك طلع معاكي. سمك التونه دوت انا هتبله دلوقتي كده بنفس التتبيله دي، بس انا هعمله بطريقه تانية، مش هحمره. السمك البلطي بس هو اللي هقليه يعني في الزيت، لكن سمك التونه هعمله في صينيه وهوريكم المقادير بتاعته والخطوات. اول خطوه بس انا بتبل السمك كده اهوت، بحط هنا في بطن السمكه كده تتبيله، وببدا انا عامله فتحات كده في السمكه برضو عشان احط فيها تتبيله، عشان اللحم يبقى متبل من كل الجهات. وهاخد برضو قطع التونه اهي، هي بتبقى اللحمه بتاعتها حمرا كده، ده مش دم، هي بتبقى محمره بس كده اللحمه بتاعتها اهي. هتبلها، ولما تيجي ترفعي السمك كده بتنفضيها كده من التتبيله. هنا ده من الاسماك اللي بتبقى طعمها حلو لما بتعمل بالطريقه اللي انا هعملها ديت. او انت لو حابه بقى تقليه مع السمك البولتي ممكن تقليه عادي، هو برضو هو مقلي بيبقى طعمه حلو، بس انا بعمله بالطريقه ديت عشان يبقى صحي يعني، ما يبقاش فيه كميه زيوت كتيره. انا هتبل السمك كله وهسيبه حوالي نص ساعه عشان ياخد طعم التتبيله، وبعد كده هوريكم الخطوه الثانيه. الفلفل والبصل الاخضر دوت والطماطم دولت انا هعملهم للسمك التونه، هقطعهم قطع صغيره واحطهم في صينيه على البوتاجاز واشوحهم، وبعد كده هضيف لهم سمك التونه. البصل والفلفل والطماطم انا قطعتهم قطع صغيره اهي، ودلوقتي جبت طاسه اهي وحطيت فيها زيت، معلقتين زيت، وهبدا اضيف فيها اول حاجه هضيف البصل الاخضر. لو ما عندكيش بصل اخضر ممكن تجيبي بصلايه كبيره وتقطعيها قطع صغيره وتضيفيها برده في الزيت كده وتحمريها. شوح البصلايه شويه لحد ما تصفر معايا. الفلفلايه كمان شوحها شويه مع البصله كده، وضفت الطماطم اهي، هحط معلقه كاري، وضفت ياري لو ما عندكيش خلاص، نص معلقه فلفل اسمر،
خلاص الخضار اللي انا عاملاه ده واتشوح معايا كده اهو. هبدا اضيف بقى سمك التونه. انا جبت السمك اهو هنا في الطاسه اهو، وهبدا اشوحه كده. كل ما هعمله من الجهتين اشوحه من الجهتين كده. خلاص انا شوحت سمك التونه كده بالشكل ده. هبدا اضيف لها بقى شويه ميه صغيرين عشان اسويها، حوالي كوبايه ميه صغيره، واظبط الملح بتاعها. هغطيها واسيبها لحد ما تستوي. الاول هخليها على نار عاليه شويه لحد ما تشرب السوائل اللي فيها ديت، وبعد كده بروح مهديه النار عليها عشان تكمل سواها. مع السمك انا جبت بصلايه كبيره وخرطتها كده بالشكل دوت، او عملتها في الكبه ناعم كده، وبعدين حطيت معلقتين زيت في الحله وحمرت البصلايه كده في الرز البني. لازم البصل يبقى لونه غامق شويه. البصله خلاص غمقت معايا اهي بالشكل ده. الرز اهوت انا غسلته. معلقه قرفه، القرفه الناعمه من الحاجات اللي بتدي طعم حلو للرز البني. هضيف نص معلقه فلفل اسمر. هضيف كميه ملح حسب كميه الرز اللي انا حطاه. هقلب كده التوابل مع الرز. خلاص كده انا غلفت الرز بالتوابل بالبصل. هبدا اضيف له بقى الميه اللي هسويه بيها. بتحطي كوبايه ميه على كوبايه الرز حسب بقى المقدار اللي انت عاملاه. يا اما لو مش هتعايري بتحطي تخلي الميه تغطي الرز كده بارتفاع حوالي سنتي. ما تزوديش الميه عشان في انواع من الرز ما بتاخدش ميه كتير. ولو لقيتي الرز بعد ما تشرب لقيتيه لسه ناشف ممكن تزودي له شويه ميه. تروحي مهديه النار عليه وتسيبيه بقى يستوي. جاهز دلوقتي الدقيق اللي انا هعمل فيه السمك. هبهره. بحط على الدقيق كزبره ناشفه، معلقه فلفل اسمر، بحط عليه كمان ملح. لازم تملحيه كده عشان يبقى طعمه حلو. لما يكون الكفر اللي هتغطي بيه السمك يبقى ليه طعم حلو. نبدأ نجيب بقى السمك ونحطه في الدقيق اهو بالوش كده، وتضغطي كده على الدقيق، وبتدوسي هنا كده على الفتحة اللي في السمكة عشان الخلطة اللي جواها اللي انت حطاها اللي هي التتبيلة ما تطلعش وانت بتحمريه. نجيب سمكة تاني بناخد السمكة كده عشان الفتحة دي ما تفتحش معانا كده. بنبلها هنا في التتبيلة ديت اهي. ولما تيجي تحطي بقى عليها شوية دقيق كده وتضغطي، فديت هتقفلها كويس وتخليها ما تفتحش معاكي في الزيت وانت بتحمريها. طاسة وحطيت فيها زيت وهبدأ احمر فيها السمك، واحط قشرة الليمون دي بتدي ريحة حلوة وانت بتقلي. بنيجي هنا وندوس على السمكية كده وننفضها من الدقيق ونبدأ نحطها هنا. السمك احمر معايا اهو. بالشكل ده. وسمك التونة كمان اهو، والرز البني كمان. وانا هقدم معاه سلطة خضراء. مكوناتها طماطم، فلفل، خضرة، جرجير، جزر، بنجر، بصل اخضر بس لونه بني جميل. القرفة بتدينا اللون الجميل دوت. بالهنا والشفا، واتمنى الوصفة تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بالهنا والشفا.